مالك فنكوش ليه؟ هو اللي يسالني كده، يعني هو يقول لي يعني فنكوش ليه؟ فنكوش عشان ما عرفتش تربيه. ويا بيبو وخطيب انت اكبر عقد يا ابني. انا قلت شركه واحده من الخمسه والسته جايبالي قد العقد بتاع السنه اللي فاتت كله، والعقد بتاعنا بيقول لك ما تقول هو كام. طب انا اقول هو كام واحرج الشركه الراعيه مع الاسماعيلي واحرجها مع الاتحاد السكندري واحرجها مع المصري؟ ما هو كده عشان احنا، ما انا ممكن اقول كام خلاص واجيب بيبو بتاعك ده بقى افرج عليه الجمهور بتاعه اللي بيضحك. وانا امبارح واقف جنبي الاستاذ سيف قلت يا جماعه اللي بيقولوا الخطيب بيضحك على جمهوره لما مبالغ دي كلها مبالغ وهميه، انا بقى مبالغ حقيقيه بجد تمام، وما عنديش حاجه اخبيها. ففنكوش دي تقريبا 6 فنكوش وماشيه في الفنكوش وفي الاخر هيتقفش مع الفنكوش. ايه القرف ده؟ ما تحترموا نفسيكم. وبعدين قلت اهو احنا كنا سكتنا بتقل ادبكم، خلاص عندنا ناس بتعرف ترد علينا. واللي هنمرجعه واللي هنطوله هنقول لكم ايه، اللي هيعدي الخط ده هيموت. عبده موتها. بقول الزوجات دخلوا، مرات برونو سابيو كانت بتدردش مع مرات اللاعب اللي كان النادي الاهلي عايز يجيبه في فتره القيد الشتويه، فدردشت معاها بكلمتين، يعني في يعني ازمه في الدولار، في مش عارف ايه، في ايه فالراجل ما جاش. ده الكلام اللي داير. ايه الصح ايه الغلط الله اعلم. عم بيرسي تاو اللي ما عملش حاجه خالص النهارده، كان يعني احطه على جنب. عم بيرسي تاو ده اللي هو لعب لحد دقيقه 80، يعني لعب 80 دقيقه بالوقت بدل الضايع بكله وما عملش حاجه خالص. ما شفناهوش عمل حاجه خالص مع انه راجل افريقي والمفروض انه يعني يبقى الكلام ده بالنسبه له البانه، لكن في الحقيقه ولا حاجه خالص، ولا عمل خطوره خالص. لا كابتن مجدي، في نادي تاني جايب 14 صفقه ما عملوش اي حاجه، ولا سامسون اكينولا ولا زكريا الوردي ولا ابراهيم هيونتاي والدنيا بايظه هناك. يا ريت نسمع حسك هناك. بعدين الاهلي ده انتوا كسبانينه قبل كده في كاس والدوري كذا مره، فخلي عندك ثقه في نفسك. بعد ثقتك في ربنا، جماهير بتساندك، مجلس اداره بالكامل هو جاي الاجتماع واقف وراك بيدعمك. انا ما عليا قدام مصر كلها الا الدعم. دعم ايه؟ يعني ما يبقاش ليك فلوس وكفاءات اول باول، اتحاد كوره او حكام او فار او قرف من اللي احنا بنشوفه دي مسؤوليتي انا. فيما عدا ذلك مسؤوليه النتائج اللي جهاز فني وياخدوا بطولات ليهم. انا لا بلعب ولا بعمل تشكيل، لا انا ولا مجلس الاداره. احنا المسؤوليه عندنا في الدعم، والجماهير برضه لا بتلعب ولا تعمل تشكيل. مسؤوليه الجماهير تدعم وتوفراته، تمام؟ انتوا كل واحد فيكم وهو في الملعب يفكر ان ال 3000 واحد او 5 اللي في المدرج دول مش هم دول جماهير، ان في ملايين بتتفرج على التلفزيون وراكم. يا عم ملايين ايه؟ هو جمهور الزمالك كله على بعضه 13 نفر 14. اصل الاهلي مجهد، اصل الاهلي جاي من سفر، اصل الاهلي اللعيبه خلاص. انت بتدي طاقه سلبيه للعيبه ان يبقى عندهم مبرر، وطبيعي ان اللعيبه هتبقى نازله يعني لو خسرت النهارده هيبقى عندي المبرر ان انا اتكلم. النهارده لعيبه النادي الاهلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لا مش ده فرقه بطوله. مش فرقه بطوله مع احترامي، لان النادي الاهلي على مدار تاريخه بتكسب بطوله، انت بتكسب بره وخارج ارضك وعلى ارضك. النهارده النادي الاهلي صعب المهمه عليه جدا، واللعيبه اتصعبت عليها المهمه، لانك انت مطالب ان انت تكسب مباراه سان داونز اللي جايه. طبعا سيبك بقى من كده يا امير. موضوع ان مفيش روح، مفيش الحميه جوه الملعب، ان انا عايز اتعادل او ان انا عايز اكسب. اخطاء كثيره جدا، بقت الاخطاء الفرديه بقت متكرره في فريق النادي الاهلي. يعني لو تلاحظ كده اخر 4 مباريات لا اخطاء متكرره، سواء الشق الهجومي مفيش تركيز على مفيش شراسه هجوميه حسيت بيها، مفيش تركيز يا كابتن. طبعا التركيز بقى بالنسبه له دلوقتي اللاعب يضيع عادي. الاخطاء حتى الدفاعيه والاخطاء التمركز جوه الملعب لا بقت اخطاء متكرره. الراجل ده بيقول كلام زي الفل، ولو ما عجبتكش الكبده دوق السجق من فضلك. انا خسرت 19 بونت من محله واسوان وانبي والمصري والمقاولين والداخليه والاتحاد والاهلي، يعني دولت باذن الله في الدور الثاني في تناولك. ركز الماتشين اللي جايين، عندك فيوتشر وعندك فرق. اقفلوا الصفحات، انا اللي بقول لكم اقفل الصفحه بتاعتك وما تبصش على صفحات العيال اللي بتعمل صفحات بتقل ادب عليهم. خلاص؟ عندنا
احسن اجوان، احسن مدافعين او بيسموهم مساكين، احسن اجنحه، احسن خط وسط، بعدين احسن هجوم. وفي كل مكان عندي واحد واثنين احسن من بعض. الحب لو ساب بينكم وحطيتوا ايديكم الاثنين من بعض مع هذا الجهاز المحترم، انا بقول لكم في النهايه هناخد الدوري باذن الله ان شاء الله، مش هنفوت بطوله. انما هتقعد تسمع العيال دي رامي الفوطه الدوري راح، لا مفيش الكلام ده خالص. ده انت عندك 17 ماتش مش كده؟ غير الماتشين دول. تمام؟ انت بالعند، ده عند العند اللي وصلنا للمرحله دي. انا مع احترامي الانبي ما تعدلش معاه ولا المصري ولا. مع احترامي ليك انت تحمد ربنا على البونت اللي انت خدته من انبي والمصري، المفروض كنت تتغلبهم كمان. حصاله. النادي الاهلي دخل في مفاوضات سريه جاده مع تريزيجيه، وهناك كلام جد جدا مع تريزيجيه. النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب يسعى الفتره القادمه، وقلت لحضراتكم قبل كده في لعيب او 2 لعيبه كبار هيكونوا موجودين في الانتقالات القادمه. تريزيجيه ممكن يكون في مرحله جس النبض حاليا، ولكن هو على رادار النادي الاهلي بشكل كبير، وفي مفاوضات مفتوحه، وفي لاعب خلص بالفعل. السنه الجايه النادي الاهلي هيكون فيه مهاجم قوي، السنه الجايه النادي الاهلي هيكون فيه مهاجم قوي. الامور هتكون مختلفه السنه اللي جايه. واحنا كل ما نتغلب ماتش ولا نتعادل ماتش هيطلع سيف زاري ودانا الاهلي هيجيب تريزيجيه وموليكا. ايه يا عم بقى، غيروا بقى اللي بتعملوا ده، غيروه. يعني انا يعني مع احترامي انا بتعجب يعني مين العين اللي جابته الراجل ده. اولا بدنيا وحش خالص، بدنيا خالص، ما عندوش اي حاجه يحافظ على كورته ولا يحافظ على تمريرته ولا اي حاجه اطلاقا. ممكن يكون لعيب عنده مهارات، طب انا اي لعيب مبطل اجيبه عنده مهارات، لكن هو اجمالا لا. مين اللي جت ازاي برضه عمليه يعني عجيبه ان انا اجيب واحد برازيلي وانا مش متيقن من الريكوردز بتاعته، ولا يقولوا لي جاب مش عارف كام جول ولا جاب جول. ده مش قادر، ما بدنيا مش قادر يعني، ما بينزل مش قادر يحافظ على كورته، مش قادر يعمل دريبلينج وتمشي، مش قادر. فبرضه معلش انا، ما هو انا دي مكاشفه هي ليست حساب. الجهاز الفني واداره النادي والمسؤولين عن الكوره بيجتهدوا زي اي حد ما بيجتهد، صح، واللي يجتهد ويبذل مجهود يصيب في كثير الاحيان ويخطئ في بعض الاحيان. يا شيخ طه جايبين شيخ الازهر يقول لنا رايه في برونو سافيو، صفقه مقرحه. الكوره لو قلنا ان ممكن تخش او ممكن تخش في اي جون، ولكن ما تعودناش ان الكوره زي كده تخش في جون كبير او جون دولي او جون بيوصل لمستويات عاليه زي الشناوي. فخليني اقول لك يا كابتن ميدو ان طول الوقت لو في نقد او في تحمل مسؤوليات، فهو الجون نفسه هو اللي ده يعني الجون الكبير اما بيوصل لفورم عاليه جدا ويبقى عنده مستويات رائعه مع النادي بتاعه او مع المنتخب وبيحقق بطولات وبيحقق القاب. والشناوي لو نرجع السنه اللي فاتت كان احسن حارس في افريقيا. فالحاجات دي لازم بيتلام عليها، ولازم ان هي الحاجات دي كلها ما تكونش جون كبير وعنده خبرات، ولكن هي دي الكوره ان وارد جدا. فما ده بيحصل ان الناس شايفه ان الشناوي جون كبير، والحاجات دي بالنسبه له حاجات سهله، ممكن يبقى في اصعب من كده تخش فيه. بس مش هتكلم تاني عن منصف بالراي في الشناوي، مش هتكلم تاني عن منصف الهداف التاريخي للدوري المصري بالاهداف اللي جت في مرماه. بصراحه يعني نادي بوليفار البوليفي طلب استعاره برونو سافيو من الاهلي، لكن النادي الاهلي تمسك برحيل اللاعب نهائيا مقابل $1,500,000. على طول لما تردد هذا الكلام مصادر في النادي الاهلي حرصت ان هي تعلن على طول تصريحات لكن بدون اسماء ان سافيو لا يمتلك اي عروض ولا من بوليفار ولا من غيره، وان مصيره هيتحدد في نهايه هذا الموسم. في تصريح تاني برضه منسوب لمصدر مسؤول بيقول انه برونو سافيو غايب
عن السفر مع الاهلي الى السودان نتيجه شعوره بالام في الركبه، يعني عنده مشكله في الركبه، عنده وجع في الركبه، فما قدرش ما اتخذش في البعثه اللي سافرت الى السودان. هو سافيو غايب وايمن اشرف غايب بجانب المصابين طبعا. في لغط كتير بقى على سافيو دلوقتي الحقيقه يعني. فانا دايما بقول اللعيب اللي عليه هري كتير ده فتعرف على طول ان قصته بتخلص. لو تابعت في الفيديو لحد هنا يبقى انت برنس. انزل اتاكد مدينا لايك، ما تيجي فيديو مشترك في القناه وعمل الجرس في الكل، شرح في كل مكان، واستنونا في فيديوهات كتير ضرب نار. استنونا. سلام.